أيها الإخوة والأحباب، النهارده لسه ما انتهاش عشان لسه باقي الناس ده. نحن مع الله وفي معية الله عز وجل. الندوة أقامت حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان زي ما الشيخ تفضل سيعلم أهل الكرم أنهم أهل الله عز وجل، الناس الأمة يندمون على ساعة لا يذكرون الله فيها. فإذا كان الإنسان ما رش حاجة مهمة ما يتركش المسجد. نحن لا نقيم هذا الحفل من أجل سمعة، وإنما من أجل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نردي إلى المسجد يكون مليئا أشياء. هذا عيب في حق المسلمين ألا يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان احنا يكون عندنا انتظام في هذه الحفلات تكريما لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل في المسلمين هذه؟ ان يكون الحق بهم قليل، هذا لا يصح. نحن دعونا علماء الشيعة في هذا المرض الشديد، الناس تفضلوا وجودنا ونسال الله عز وجل ان يبارك فيهم. والان مع كلمه طيبه مع فضيله الشيخ محمد عبد الحميد شعبان، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وقدرنا فهدانا. سبحانه ربنا إذا وعدنا بالخير وفى، وإذا توعد علينا بالشر عفا. هو العليم فلا يجهل، وهو الكريم فلا يبخل، وهو الغفور فلا يعجل. بذكره تطمئن القلوب، وبرحمته تغفر الذنوب، وبكرمه تستر العيوب. سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك كلها بين يديه يسخرها كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا ابن آدم قدم لنفسك خيرا وأنت مالك قبل أن تصبح فردا ولو حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أم في المهالك هالك. سبحانه لا رب غيره ولا معبود سواه. وأصلي وأسلم على صاحب هذه الذكرى العطرة، ألا وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيب الله، يا من بلغت الرسالة وأتيت الأمانة ونصحت الأمة. وبعد أيها الأحباب، فلقد ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول الذي نعيش فيه الآن، في عام يسمى بعام الفيل. وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم رحمة
قال يا رب لا أرضى وواحد من أمتي في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه يا محمد إن شئت جعلت أمر أمتك إليك. فقال له لا يا إلهي. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم فاضلا وزكيا. قال لا يا إلهي لأن رحمتي ضيقة لها حدود، أما رحمتك فهي وسعت كل شيء. فقال له ربنا إذا لا أخزيك في أمتك أبدا يا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لكي يطلب منا أن نقرأ القرآن وأن نعلمه لغيرنا. فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لمن تقع عيناه على القرآن في أول يومه، وهنيئا لمن تقع عيناه على القرآن في آخر يومه. فالقرآن فيه الرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استمعنا قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويحكي لنا الإمام ابن كثير في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم أن سيدنا عيسى عليه السلام مر على المقابر فأعلمه الله بأن صاحب هذا القبر يعذب. فذهب سيدنا عيسى عليه السلام ولما عاد مر على المقابر أيضا فأعلمه الله بأن صاحب هذا القبر ينعم. فتعجب سيدنا عيسى عليه السلام وقال يا إلهي عندما مررت كان صاحب هذا القبر يعذب، وعندما جئت الآن أخبرتني أنه ينعم، فلماذا؟ فأوحى الله إليه وقال له يا عيسى إن صاحب هذا القبر مات وترك زوجته حبلى أي حامل، فلما ولدت ولدا، فلما كبر في سنه أخذته أمه إلى الكتاب. فلما جلس أمام شيخه وقال بسم الله الرحمن الرحيم استحييت أن أعذب أباه في باطن الأرض وله ولد يذكرني على ظاهر الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ننسى في هذه الذكرى القرآن الكريم، ففيه السعادة في الدنيا والآخرة. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلينا لكي يعلمنا بأن الخالق هو الله، وأن الرزاق هو الله، وأن الذي يحيي ويميت هو الله، وأن النافع والضار هو الله، وأن الشافي من الأمراض هو الله. فإذا كنت مريضا فلا تلتجئ إلا لله. نعم أمرنا الإسلام أن نذهب إلى الأطباء وأن نأخذ بالأسباب، والطبيب يعالج ويصف لك الدواء، ولكن المولى تبارك وتعالى هو وحده هو الذي يأتي بالشفاء. يدل على ذلك أن سيدنا موسى عليه السلام شعر في يوم من الأيام بألم في بطنه، فالتجأ إلى خالقه ومولاه وقال
فذهب سيدنا موسى إلى المكان الذي حدده له ربه وأكل من العشب فشفي بإذن الخالق جل في علاه. فلما دارت الأيام عاد المرض مرة ثانية لنبي الله موسى، شعر بالألم في بطنه، ففي هذه المرة لم يتجه إلى الله وإنما ذهب مسرعا إلى مكان العشب وأكل من العشب. فلما أكل من العشب ازداد عليه المرض، فتعجب نبي الله موسى وقال يا إلهي لقد أكلت من العشب في المرة الأولى فشفيت، وأكلت منه في المرة الثانية فازداد علي المرض. فقال له رب العالمين يا موسى لأنك في المرة الأولى التجأت إلي، وفي المرة الثانية التجأت إلى العشب ونسيت أن البارئ الشافي. فالشافي هو الله، والذي علمنا بذلك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث نزل عليه قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا لكي يعلمنا أن ندعو إلى الله بالحسنى، فنزل عليه قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام، وانتشر الإسلام في كل مكان بسبب دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن آتاه الله علما وبلغه للناس زاده الله علما فوق علمه، ولكن هناك أناس أعطاهم الله هذه النعمة وكتبوا ذلك العلم ولم يبلغوه للناس. تحكي لنا كتب السيرة أن الإمام الجنيد كان رجلا من تابع التابعين، وكان رجلا عالما، كان عالما في الفقه والتفسير والحديث والسيرة، وكلما سأله أحد أجاب عن السؤال. فقال له الناس يا جنيد ألا تعلم الناس؟ ألا تعظ الناس؟ فقال إني أخاف من الموعظة 3 آيات. أخاف من 3 آيات، أخاف من 3 آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. أخاف من قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأخاف من قوله تعالى ويا قوم إني أخاف أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وأخاف من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولما ذهب الإمام الجنيد إلى بيته ونام بعد صلاة العشاء جاءه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا جنيد قم فعظ الناس. أمره الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن يعظ الناس لأن الله وهبه العلم الكثير. فلما جاء اليوم الثاني وجد الناس الإمام الجنيد يجلس في المسجد ويعلم الناس أمور الدين، فتعجبوا فإذا بأحد الناس من العامة يقول يا جنيد ألا تعظ الناس إلا بعد أن أمرك رسول الله. الله أكبر. نزول إلى هذه المكاشفة وإلى هذه البصيرة، كل ذلك بسبب اتباع سنة الحبيب المصطفى صلى الله